بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو النهاردة عن تخمير العلف. ايه هي طريقة تخمير العلف وايه هي الفايدة اللي انا هستفيدها لما هعمل العلف المخمر واقدمه للفراخ. تخمير العلف طريقة ناجحة جدا في زيادة معدل التحويل عند الفراخ. لو عايزين نزود وزن الفراخ، عايزين نزود اللحم، الفراخ عندي وزنها ضعيف، عايز طريقة سريعة ان انا ارفع بيها اوزان الفراخ، يبقى علينا على تخمير العلف. تخمير العلف ما اقتصرش بس على تربية الدواجن، لا ده كمان في تربية وتسمين المواشي. المزارع اللي بتربي المواشي بتتبع طريقة تخمير العلف علشان سرعة التحويل اللي بتكون موجودة في تخمير العلف. ايه هي الطريقة؟ اول حاجة انا جبت 3 كيلو من العلف، بعد كده هزود عليهم زي ما انتم شايفين كده ميه، وهقلب كويس. كل ما هزود ميه بالتدريج، وهقلب كويس بحيث ان انا اخلي الميه تدخل في العلف كله. يا ريت وانتم بتسمعوني تحطوا لايك للفيديو وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا منكم وليس امر، يا ريت كمان تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس. معلش بقى يا جماعه سامحوني في الخطوات دي، وانا بضيف المقادير اللي هنخمر بيها العلف. اكتشفت ان الفون ما كانش بيصور. اول حاجه انا زودت كيلو من العلف، عشان كده انا وقفت التصوير، وبعد كده جيت ضفت المقادير ونسيت ان انا ادوس على تشغيل الفيديو. طب ايه هي المقادير؟ الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي انا هعملها خل منزلي، من الخل اللي احنا بنستعمله في البيت. ودي يا جماعه الخميره الفوريه. هنحط بمعدل 4 جرام لكل كيلو علف. المعلقه دي الصغيره عندي انا وزنها عندي على الميزان وزنها 4 جرام. بعد كده انا جايبه زبادي، ممكن ان انا استبدل الزبادي باللبن الرايب، ممكن ان انا استبدله بشرش اللبن. اي حاجه من الحاجات دي برضو فيها بكتيريا نافعه. انا جبت 3 علب زبادي وضربتهم في الخلاط وزودت بيهم العلف، وهفضل كده ازود في الميه بالتدريج واقلب لحد ما اتاكد ان العلف كله بيتقلب كويس في الخميره وفي الخل وفي الزبادي. الطريقه دي يا جماعه بتكون سريعه الهضم، يعني الفراخ هتهضم العلف ده عندي بسرعه، لان انا كده عملت تقريبا نصف هضم من الفراخ. في فرق ما بين ان انا اقدم العلف للفراخ بالطريقه دي، ما بين ان انا اقدمه علف صلب هياخد معايا وقت في الهضم. فبالتالي كده انا بسرع عمليه الهضم، وفي نفس الوقت الطريقه دي فيها مواد غذائيه كتيره، والمواد الغذائيه دي بتبقى الفرخ بيمتصها بسرعه عن طريق الطريقه دي. ده غير كمان ان انا زودت البكتيريا النافعه. أعداد كبيرة من البكتيريا النافعة موجودة في الزبادي وموجودة في الخميرة. أهم حاجة إن إحنا نقلب العلف كويس في المية، نخلي المية اللي إحنا حاطين فيها الخل والزبادي والخميرة تختلط بالعلف كله. بلاش نسيب علف متركز في قعر الجردل مش محصل، المية دي مش هيختمر معانا. وبعد كده هغطي العلف ده وهسيبه 24 كاملة لو أنا بعمل العلف في الوقت الحالي في الصيف. انما لو انا بعمل التخميره دي في الشتاء فده هيختلف، هياخد معايا 48 ساعه، يعني هياخد معايا يومين كاملين علشان يختمر، لان الجو بيكون برد. ملحوظه مهمه يا جماعه، الميه اللي احنا هنستعملها في تخمير العلف لازم تكون ميه خاليه من الكلور. يعني لا اما انا يكون عندي فلتر هنزل ميه من الفلتر، او ان انا هكون راكنه الميه فتره ما تقلش عن 8 ساعات. يعني لو انا مثلا هعمل التخميره دي الصبح فهكون راكنه عندي ميه من بالليل، علشان احافظ على البكتيريا النافعة اللي موجودة في التخميرة دي من الكلور، ما يوقفش معايا نشاط البكتيريا. حاجة كمان اعمل حسابنا ان العلف ده بيختمر، يعني بيزيد. يعني لو انتوا خدتوا بالكم الكمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، انا مفيش بعد ساعة او 2 تقريبا حاجة زي كده لقيت ان العلف نزل على الارض، اختمر طبعا قوي وعلي لفوق، وبالتالي مفيش مساحة في الجردل ده فعلي ونزل على الارض. ده كده هو شكله بعد حوالي ساعتين. زي ما انتوا شايفين كده اثره اللي اهو العلف في الجردل حوالين الداير، لما اختمر قوي وزاد فوقع على الارض. تاني يوم واحنا بننزل العلف للفراخ هنضيف كمية من العلف الناشف مع العلف المخمر، بحيث ان انا انشف العلف شوية علشان الفراخ تعرف ان هي تاكله. حاجة كمان العلافات العادية يا جماعة اللي هي بنحط فيها العلف ده طبعا هيمسك في العلافة، يعني مش هينزل زي العلف الناشف. نخلي بالنا ان كل شوية نهز العلافة للفراخ ننزل منها العلف. لو في علافات زي اللي في الجنب دي جنب الحيط فدي سهلة على الفراخ ان هي تاكل منها، ما فيهاش اي مشاكل. انما هي المشكله في العلافه العاديه اللي زي كده، هي اللي العلف بيمسك فيها. طيب ننزل العلف المخمر ده للفراخ من عمر كام يوم؟ من اول اسبوع. من اول اسبوع منزلين فيه الفراخ نعمل العلف المخمر، هيساعدنا جدا من اول اسبوع. لو الكتكوت جاي عنده بكتيريا زي بكتيريا السلمونيلا
تخمير العلف هيساعد في ان احنا نقضي على البكتيريا دي، لانه هينشط البكتيريا النافعة على حساب البكتيريا الضارة. وبعد كده ممكن نعملها في اي وقت، يعني مثلا كل ما ننزل جرعات مضاد حيوي للفراخ من بعدها نعمل تخميرة العلف. بقى بعد اي مضاد حيوي لعلاج البرد، لعلاج الاسهال، لاي علاج ننزل نعمل تخميرة العلف. مفيش مضادات حيوية ننزل برضو تخميرة العلف مرتين أو 3 في الأسبوع، مفيش منها أي مشاكل. ده كده كان فيديو النهاردة، يا رب ما يكونش طولت عليكم. عارفة في بعض الناس ما بتحبش الفيديوهات الطويلة، بس أنا لازم أتكلم عن الحاجة بالتفصيل عشان تبقوا فاهمين وعارفين انتوا بتعملوا ايه. ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل زر الجرس، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.